خلصت ثانويه عامه ولسه مش عارف تدخل كليه ايه؟ شوف الفيديو ده قبل ما تختار. بما ان احنا دلوقتي في فتره التنسيق والطلبه بتشوف تدخل كليه ايه في محافظات ايه، خلي بالكم من كام نقطه. اول حاجه لازم تفهم ان الكليه مش نهايه، دي بدايه جديده. كل ما تختار كليه متطوره اكتر وتختار مجال يساعدك في الشغل بعدين، ده احسن بكتير لما تختار كليه قديمه او مجال بينتهي او تبقى بالنسبه لك مجرد شهاده وخلاص. تاني حاجه، مش لازم تمشي ورا المجموع او توقعات الناس منك او ورا كليه قمه اللي كل الناس عايزاها. امشي ورا الحاجه اللي انت شايف نفسك فيها كمان 5 و10 سنين. اختار المجال اللي انت تحبه وتحب تدرسه وتشتغل فيه بعد كده. اتخيل حياتك في المستقبل، عايز تكون بتعمل ايه، شغال ايه، في انهي مجال، وشوف الكليه اللي هتوصلك لده. تالت حاجه، ما تحكمش على المجال من الشكل او المظهر والناس بتقول عليه واو. لا، خش في المضمون واعرف طبيعه الشغل نفسه بالتفاصيل. اسال ناس شغاله في المجال اللي حابب تشتغل فيه، بيشتغلوا كام ساعه، بيقبضوا كام، بيشتغلوا في شركات ايه. اتفرج على فيديوهات وشوف المواد اللي انت هتدرسها، واسال نفسك هل انا حابب ادي من وقتي ومجهودي علشان اتعلم الحاجه دي. وافتكر دايما النجاح والفلوس مش من اسم الكليه او الشهاده، دي مجرد شكليات. النجاح والفلوس من شغلك واجتهادك بعد كده. واخر نصيحه، ما تخليش الخوف او ضغط المجتمع ياثر على مصيرك. اختار الحاجه اللي تناسبك مش اللي تعجب الناس. انا حسين النسر، وايا كان كليتك ايه هساعدك تكون ماني مانجر.